أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في قصة إنسانية كده، يعني مؤثرة قوي. حكاية عن أخوة حقيقية قدرت تتخطى أي حدود جغرافية. بالضبط. بنتكلم عن شاب مصري وشاب سعودي جمعتهم علاقة قوية جدا في الله وفيها تضحية نادرة. المصدر اللي هنعتمد عليه هو مقتطفات من نص اسمه أخوة الكلية الواحدة. تمام. هدفنا النهاردة إننا نفهم سوا إيه اللي خلى العلاقة دي بالعمق والقوة دي. فعلًا قصة مهمة وممكن تكون ملهمة. هي بتورينا إزاي القيم المشتركة والإيمان ممكن يخلقوا روابط أقوى بكتير من أي اختلافات سطحية. طيب خلينا ندخل في تفاصيل الحكاية دي. البداية زي ما النص بيقول كانت غريبة شوية. إمم. في ملتقى شبابي بالمدينة المنورة، أحمد الشاب المصري من الدلتا وسعود السعودي من نجد. إزاي العلاقة دي بدأت بالسرعة والقوة دي؟ هو ده اللي يشد الانتباه فعلًا. النص بيركز أوي على سرعة وقوة الرابطة اللي اتكونت، رغم إنهم من بيئات مختلفة خالص، بس اللي جمعهم كان أقوى: الدين، العروبة، كلامهم عن هموم الشباب. يعني كان في قبول فوري كده؟ بالظبط. النص بيصورها كأنها حالة انصهار فوري، تفاهم وقبول حصلوا بسرعة جدا، كأن الروابط الروحية والثقافية دي لغت أي فرق تاني. تمام. والعلاقة دي فضلت تكبر وتتعمق مع الوقت. بس بيجي بقى تحول كبير في القصة لما سعود بيتعب فجأة. اللحظة الصعبة دي. أيوة، لما بيقول لأحمد زي ما النص بيحكي: يا أحمد الكلى تعبتني، الدكاترة بيقولوا محتاج زراعة. رد فعل أحمد هنا كان يعني هو محور القصة تقريبا. أكيد، وهنا بقى النص بيبرز قيمة الإيثار بشكل قوي جدا. الإيثار اللي هو تفضيل غيرك على نفسك. أحمد من غير تردد خالص قال له: أنا جنبك وهتبرع لك بكليتي. مش بس عرض. لأ طبعًا، ده أثر. النص بيوضح إصراره ده حتى مع محاولات سعود إنه يرفض عشان كان خايف على أحمد. وبيحصل إن الأنسجة تتطابق كمان. آه، ودي النقطة اللي الكاتب بيستخدمها كأنها علامة أو رسالة إلهية بتدعم القرار ده، كأن القدر نفسه موافق، والعملية بتنجح الحمد لله. والنص بيوصفهم وهم خارجين بنفس الجرح، بس بربط أقوى وأعمق بكتير. والحياة بتكمل بعد كده، لكن بيحصل تبديل الأدوار مش كده؟ مظبوط، القصة ما بتقفش هنا. والد أحمد بيتوفى وبيسيب وراه ديون ومشاكل والتزامات. مين بقى اللي بيقف جنبه؟ سعود طبعا مد إيده على طول من غير تفكير. ودي نقطة مهمة عشان نفهم رسالة النص. سعود مش بس بيرد الجميل، لا هو بيعمل أكتر. سدد الديون وساعد أحمد ماديا. والنص بيحط على لسانه جملة مهمة قوي: دي مش فلوس، ده رد جميل، ولا عمره يوفي اللي عملته عشاني. الله، جميلة قوي الجملة دي. جدا. هنا الكاتب بيأكد إن العلاقة دي مش تضحية من طرف واحد وخلاص، لا دي علاقة أخذ وعطاء حقيقية ومستمرة، مبنية على الامتنان ورد الجميل. وحتى عملوا مشروع سوا بعد كده. أيوة، عملوا مشروع مزرعة وإسطبل خيل في مصر ونجح جدا. النص بيقدم ده كدليل إن العلاقة بقت شراكة حياة كمان، مش بس صداقة. وبنوصل بقى للحظة تعتبر هي الذروة الدرامية في القصة دي، في موسم الحج. مم. بيروحوا يحجوا سوا، لكن أحمد صحته لسه مش تمام، متأثر طبعا عشان بقى بكلية واحدة. وفي عرفات يوم الوقفة أحمد بيتعب جدا ومش بيقدر يكمل، بيقع من التعب والإرهاق. الموقف ده رمزي جدا في النص. الكاتب بيصوره بشكل مؤثر قوي. سعود بيشيل أحمد على كتافه. بيشيله وبيكمل بيه المناسك. بالظبط. بيكمل بيه الطواف والسعي اللي هو من أركان الحج الأساسية، وهو شايله بيقول له الكلام اللي بيربط كل حاجة ببعضها: إن حملتك بجسدي فقد حملتني أنت بروحك من قبل. ياه. هنا النص بيعمل مقارنة واضحة: الحمل الجسدي دلوقتي قصاد الحمل الروحي والجسدي اللي أحمد عمله قبل كده بتبرعه بالكلية. كأن الكاتب بيقول إن التضحيات بتتوازن، وإن الروح ممكن تبقى أتقل من الجسد. والمشهد الأخير بقى تحت ظل الكعبة، مشهد النهاية. وهم بيبكوا وبيقولوا لبعض: أشهد الله أني أحبك فيه. النص بيختم بالصورة دي: رجلين جواهم كلية واحدة بتجمعهم وبينهم أخوة لا تموت. طيب لو حبينا نلخص كده، إيه أهم حاجة ممكن ناخدها من النص ده؟ أعتقد القصة بتقدم نموذج يمكن نادر شوية للأخوة الصادقة اللي بتتخطى أي حدود أو جنسيات، تماما. وبتقوم بشكل أساسي على التضحية والوفاء ورد الجميل.
التعبير بتاع كلية واحدة وقلبان لا يفترقان ده لخص كل حاجة فعلا. صحيح، والنص ده وهو بيركز على النموذج المثالي ده بيخلي الواحد يتساءل، هل فعلا ممكن نشوف النوع ده من العلاقات المبني على الإيثار الكامل والقيم المشتركة العميقة دي بنفس الصورة في عالمنا دلوقتي؟ سؤال مهم فعلا. والأهم كمان، يا ترى إيه الشروط أو الظروف اللي النص بيلمح إنها لازمة عشان علاقة زي دي تتكون وتستمر بالعمق ده؟ دي نقطة أعتقد تستحق إن اللي بيسمعنا يفكر فيها شوية بعد ما عرف تفاصيل القصة دي.